دردشة مامز مع نهى. صباح الخير. انا اقول لكم صباح الخير عشان دلوقتي النهارده الصبح بدري. آه، النهارده اليوم طويل معايا. النهارده عيد ميلادي، وطبعا اكيد النهارده بالنسبه لي يوم مميز. لسه مش مخططه انا هعمل فيه ايه، بس كل اللي عملته ان انا بدات بالرياضه والجيم. جيت الجيم وبقالي ساعه في الجيم، باين عليا صح؟ وان شاء الله كده تابعوا معايا لغايه اخر الفيديو. يعني اليوم ممكن يبقى طويل وفيه احداث كتير لسه مش عارفه، بس يلا خليكم معايا. حقيقي اليوم بدأ بداية مختلفة خالص عن ما أنا متعودة. الصبح بدري أختي جابت بابا وماما ورحنا إتوال، عزمتني على الفطار. كان فطار بصراحة هايل، يعني كفاية القعدة هناك، بجد المكان روعة. أكتر حاجة حلوة فيه إن هو هادي جدا. دي بيتزا. أنا طلبت بيتزا صغيرة أفطر بيها. كان طعمها هايل بصراحة. الأكل هناك عندهم حلو قوي، طعمه مميز. والقعدة بصراحة عجبتني قوي، يعني خصوصا ان هي الصبح. الشمس كانت رائعة. وشربت سحلب بالمكسرات. كان طعمه جميل قوي. برضو يعني الاكل حلو والمشروبات حلوة. بس الموضوع كان اكتر في القعدة والناس اللي انا قاعدة معاهم مبسوطين. آه، قضينا وقت لطيف جدا. ده المنظر كده على الشارع. الجو كان شمس وجميل خالص خالص خالص. بجد كان حاجة فظيعة، يعني تحفة. وبعد كده روحت لقيت زوجي عامل لي مفاجأة اني هو جاب الغدا، مخلينيش عملت غدا يعني. اتصل بيا وقال لي ما تعمليش غدا، وجاب غدا سمك. آه، طبعا هو يعني رحمني من الوقفة في المطبخ في يوم زي دوت. يعني مش بس ان، يعني مش موضوع الاكل، يعني اكل. طبعا انتوا عارفين يعني بعد الاكل مواعين. وكانت المفاجأة التالتة ان جوزي بعد ما قال لي ان هو نازل رايح مشوار، انا صدقت يعني فعليا ان هو رايح مشوار وجاي. فعادي يعني بابا وماما قاعدين معايا مفيش مشكلة. وكمان اللي خلاني صدقت انه كده كده هو كان جايب لي هدية عيد ميلادي اصلا من قبلها بتلات اربع ايام. ومديهاني يعني مفيش مشكلة. بس لقيته بقى داخل عليا بالتورتاية. وانبسطت طبعا، يعني انبسطت جدا، يعني ان هو انا فاكره ان هو بقى ايه، عادي يعني هيعدي اليوم كده يعني من غير اي حاجه. انا صبوره بقى يعني وبستنى للاخر كده اشوف يعني ايه الدنيا. Happy birthday to you. Happy birthday to Noah. وطبعا دي النتيجة الطبيعية لتطور الحاجة الساقعة. بعد ما خلصنا التورتة. طبعا دي الأطباق المفروض تتغسل والكوبايات يعني مطبخ نعكش شوية. مع اني بأمانة كنت مخليها زي الفل يعني. بس ودي كوبايات اتشطفت وترجع مكانها. وطبعا بعد ما اليوم خلص والضيوف مشيوا، انا قلت اغسل الاطباق. اشطفهم يعني بالفرشة كده وارصهم جوه غسالة الاطباق، علشان بس الحوض يبات فاضي وكل حاجة في المطبخ ترجع زي ما كانت، عشان لما اقوم الصبح الدنيا تبقى لذيذة ولطيفة.
واهتميت في الاخر خالص اني ارجع كل حاجة مكانها زي ما كانت في المطبخ، زي ما كنت بادئة اليوم بالظبط. فرشت كل حاجة ولمعت كل حاجة ونشفت كل حاجة. الغسالة خلاص رصيت كل حاجة فيها، هشغلها قبل ما انام. و بس رجعت كل الديكورات مكانها اللي انا كنت حطاها، والحمد لله يعني هنام والدنيا رايقة خالص. اقوم الصبح ما عنديش اي حاجة في المطبخ تتعمل. وكمان الريسبشن برضو روقته وخليت كل حاجة رجعت زي ما كانت، علشان الدنيا تبقى رايقة وانام مرتاحة. وبس كده، ده اليوم النهاردة معايا زي ما بدأت معاكم بختمه معاكم. الحمد لله اليوم النهاردة كان بالنسبة لي مختلف جدا عشان حاجات كتير. آه تفاصيل فيه كانت كتير، كانت فيه مفاجآت حلوة. واهم حاجة مختلفة معايا السنة دي هي ان انا بشارككم ان انتوا معايا. ده الجديد بجد اللي مفرحني. اتمنى اشوف لايكاتكم. تمام. مبسوطة جدا ان انا قضيت وشاركت معاكم يوم عيد ميلادي. اكيد بالنسبة لي هو يوم مميز جدا، وعلشان كده حبيت ان انا اشاركه معاكم. بس وخلصنا يا حلوين. دلوقتي بقى الساعة كام؟ الساعة 12. اليوم خلص. اقول لكم باي باي.